لان في مصر الدنيا ما تنفعش. انت جيت على اليونان، طب ما مش اليونان ده من الاتحاد الاوروبي؟ ماشي بس الاتحاد الاوروبي بس ما فيهاش ورق. طب ليه ما كانش ممكن تركب القطر وتدخل على ايطاليا على طول؟ لا ما فيش الكلام ده، أول. يا اما من مقدونيا يا اما من البانيا. طب ليه ما جيتش طيران؟ ليه ما حدش هنا في حاولت طيران من اليونان بس اتحبست مرتين. ما كانش في طريقه ثانيه؟ يا اما الغابات كان في بحر بس كانت معديه 10000 يورو 9000 يورو وما كانتش موجوده اصلا. ما الطريق اللي انت جيت بيه كلفك كام؟ يعني اقول 4000 ونص. قعدت في الطريق ده قد ايه؟ قعدت تاني من حوالي 15 يوم ل 20 يوم. الطريق كان صعب ولا سهل؟ بالنسبه لايامينا كانت لسه كنا بين الشتاء وبين الصيف، كانت صعبه برضه يعني مش اللي هي. ايطاليا حلوه تستاهل اللي انت عملته في نفسك؟ الصراحه تستاهل لان في مصر الدنيا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ ايه اللي ما ينفعش في مصر؟ الدنيا بايظه هناك، شغل وعيشه وكل حاجه. انت سبت اهلك وجيت صح؟ اه الحياه اللي هنا دي تستاهل انك تسيب اهلك وتبعد عنهم وكده؟ يعني ما تستاهلش بس الظروف هتخليها تستاهل. انت هنا في ايطاليا دلوقتي تفتكر هتعمل كام؟ يعني هتقبض كام؟ هتعمل لك كام في الشهر يعني؟ هو المعروف من 1000 ونص ل 1600. هتوفرهم بقى ال 1600 دول كلهم؟ الله اعلم بس اكيد يعني. قول لي يعني انت صرفت ال 600 مثلا، يعني هتعرف توفر 1000 كل شهر؟ ايوه اكيد. ال 1000 دول كام؟ من حدود 50 وحاجه 50. ما فيش شغلانه كانت مثلا مشروع او اي حاجه تفتحه في مصر توفر لك؟ لا 50؟ مفيش الكلام ده خالص؟ اخرك تروح تشتغل في مصنع يطلع 200 فيديك 2000 جنيه و 3000. تفتكر مرتب كام مثلا في مصر كان يخلي الواحد يعيش مرتاح؟ من 10 ل 15. يعني انت اللي كنت بتاخد 15000 جنيه ما كنتش تسافر؟ بصراحه كنت هسافر. بس انت لسه قايل اهو ان 15000 جنيه يكفي. ماشي بس يكفوا بالنسبه للي هو حابب يعيش في مصر. انا مش حابب مثلا. مش حابب انت خلاص؟ حابب لا.